أهلا بيكم. علم الأمراض الجلدية مش العلم البسيط زي ما كتير بيتصور، وشوف الصورة وقول لي التشخيص والعلاج. الأمور مش دايما بهذا الشكل. ربنا خلق الجلد مكون من 3 طبقات، والجلد هو أكبر وأتقل عضو في جسم الإنسان. ال3 طبقات دول كل واحدة منهم مكونة من ملايين الخلايا، أنواع متعددة، أنواع مختلفة، وكل حاجة منهم ليها وظيفة مختلفة عن التانية. تشخيص الأمراض الجلدية محتاج علم، محتاج فن، محتاج مهارة، محتاج خبرة، محتاج كمان ان انا اعرف التشخيص ده شدته ودرجته، الحالة مقيمة ازاي، العلاج بيتوصف بناء على كل مرض، على كل مريض بما يتوائم مع ظروف حياته. يعني كأننا بنفصل خطة العلاج لكل واحد. من التطورات المهمة جدا اللي حصلت في تشخيص الأمراض الجلدية في الفترة اللي فاتت هو جهاز الدرموسكوب. الدرموسكوب هو الميكروسكوب السطحي للجلد. الدرموسكوب بيقدر يستخدم قدرات تكبيرية مختلفة باستخدام أنواع مختلفة من الضوء علشان تقدر تدخل في الجلد لأعماق مختلفة، عشان توريني اللي ما اقدرش اشوفه بعيني المجردة. جهاز زي كده بنقدر ان احنا نبتدي نستخدمه علشان نفحص الجلد بكذا طريقة، زي ما هوري حضراتكم دلوقتي. انا واقف هنا اهو وعندي حسنة في ايدي وعايز ان انا اتشك. ببتدي اجيب الجهاز واحطه على الجلد علشان اقدر اشوف شكل الحسنة دي عامل ازاي، هل هي ممكن تكبر ولا لا، واقدر استخدم كمان تكبيرات مختلفة علشان اقدر افحصها بشكل كويس. حضراتكم متخيلين ان ده شكل الجلد اللي انتوا بتشوفوه بعينيكم المجردة؟ الجلد اكبر بكتير، الجلد فيه حاجات كتير، والدرموسكوب فتح لنا الباب، لان الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي يقدر ان هو يساعد الاطباء في تشخيص الامراض الجلديه في الفتره اللي جايه. مش هيخلينا نستغنى عن الاطباء، انما هيخلينا نشوف اللي مش قادرين نشوفه بعينينا المجرده، هيخلينا نقدر نكتشف حاجات مش قادرين نكتشفها دلوقتي، لان العقل البشري مش قادر على ان هو يجمعها في نفس التوقيت. هيسهل حياتنا، هيخلينا نقدر نفحص اكتر وادق في وقت اقل وبحرفيه وتقنيه عاليه. وكل الدراسات اللي اتعملت لغايه دلوقتي اثبتت فعاليه الارتفيشال انتليجنس في التشخيص في الامراض الجلديه. ده مش الجلد بس، ده كمان الشعر. انا راجل بعاني من تساقط الشعر الوراثي، فممكن اقدر ابص على فروه راسي وابتدي اشوف شكل الشعر بتاعي عامل ازاي، في كام بصيله موجوده، كام بصيله لسه حيه، كل بصيله طالع منها كام شعرايه، سمك الشعر اللي موجود، وابتدي بالمقارنه بالاماكن المختلفه في فروه الراس اقدر اقول انا بعاني من تساقط الشعر من الدرجه الكام، بعاني من سبب واحد من تساقط الشعر ولا اكتر من سبب، لان كل واحد وليه خطه علاج مختلفه. كريمز بتستخدم، جلسات بتتعمل، علاجات بتتاخد في البيت، مين محتاج زراعه شعر ومين مش محتاج، متابعه كل ده بتتم ازاي. مفيش وسيله حاليا اكثر دقه من الدرموسكوب، اللي كمان بتغنيني عن ان اطلب فحوصات كتير واوصل لحاجات منها ممكن احتاج ان انا اخد عينه من الجلد، اشيل حته من الجلد اللي نلجا لها بس عندما لا يستطيع الدرموسكوب ان يوصل لحل نهائي.